اهلا بيكم في قناة انا وطفلي. عمرك شفت ابنك بيخاف من الضلمة او من صوت بسيط او فجأة مش عايز ينام لوحده رغم انه الاول كان عادي؟ طبعا اول رد فعل بيجي في بالنا ده دلع ولازم يشد حيله. بس خليني اقولك حاجة مهمة جدا، في اوقات كتير مخ الطفل هو اللي بيخوفه مش هو اللي بيختار يخاف. وفي الفيديو ده هفهمك ببساطة ومن غير تعقيد ايه اللي بيحصل جوه دماغ طفلك وقت الخوف، وامتى الخوف ده طبيعي وامتى محتاج تدخل، والاهم ازاي نساعده يحس بالامان من غير ما نكسره نفسيا. خلينا نتفق على حاجة مهمة، ان مخ الطفل مش نسخة صغيرة من مخنا. مخ الطفل لسه بيتكون، لسه بيتعلم يفرق بين الحقيقي والخيال. الجزء المسؤول عن التفكير المنطقي لسه مش مكتمل، لكن الجزء المسؤول عن الخوف والحماية شغال بكامل قوته. يعني ايه؟ يعني مخ الطفل دايما بيسأل هل انا في امان، واي حاجة مش مفهومة بالنسبة له مخه ممكن يترجمها خطر. طيب ليه الطفل بيخاف من حاجات بسيطة؟ خلينا اديكي امثلة واقعية. الضلمة او الصوت العالي او شخص غريب او ظل على الحيطة او كرتون شافه بالغلط، بالنسبة لنا دي حاجات عادية، لكن بالنسبة لمخه حاجة مش مفهومة بيساوي خطر محتمل. الطفل هنا ما عندوش خبرة، ما عندوش قدرة يطمن نفسه، وما يعرفش يقول لنفسه ده مش حقيقي، فالمخ يضغط زرار الخوف تلقائيا. طيب ليه الخوف بقى بيظهر في سن معين؟ من سن 2 ل5 سنين بيحصل حاجة اسمها قفزات عقلية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الطفل يبدأ يتخيل، يربط احداث، يفكر في حاجات مش شايفها، وده شيء صحي بس له تمن وهو زيادة الخوف. علشان كده تلاقي طفل كان بينام لوحده فجأة لا، كان جريء فجأة بقى يخاف، وده مش تراجع، ده تطور طبيعي. في بقى اخطاء احنا بنعملها بتزود خوف الطفل، زي الاستهزاء بالخوف. انت لسه صغير وده عيب، ما تكبر بقى. الطفل هنا بيتعلم ان مشاعره غلط. تاني حاجة التخويف، هسيبك لو ما نمتش او العفريت هيجي، حتى لو هزار مخ الطفل ما بيهزرش. تالت حاجة المقارنة، زي ان احنا نقول له شوف اخوك او بنت خالتك مش بتخاف. امتى بقى الخوف يبقى طبيعي؟ الخوف طبيعي لو بيجي في سن مناسب، بيخف مع الاحتواء، ما بيعطلوش عن حياته. زي مثلا الخوف من الضلمة او الخوف من الغرباء او الخوف وقت الانفصال عن الام، ده طبيعي وما يستدعيش قلق. طيب امتى قلق؟ نبدأ نتابع اكتر لو الخوف شديد ومبالغ فيه، او بتجيله كوابيس مستمرة، او تبول لا ارادي، او انعزال، او رفض الخروج للمدرسة. ساعتها مش بنخوف ولا نهمل، لكن نتابع بهدوء. مهم كمان مع اطفالنا ان احنا نحتويهم، نسمعه ونصدق شعوره حتى لو مش مقتنعين بالخوف. تاني حاجة نطمنه بدون كذب، ما نقولش مفيش حاجة خالص، نقول انا معاك وانت في امان. تالت حاجة ان احنا نبني الشجاعة بالتدريج، زي ان احنا مثلا نقفل النور ونسيب الباب مفتوح. وفي النهاية لو ابنك بيخاف ده مش معناه انك قصرتي ولا معناه ان ابنك ضعيف، ده معناه ان مخه لسه بيتعلم، وانت دورك مش تمسحي الخوف، دورك تكوني الامان اللي يخليه يعدي الخوف. لو الفيديو لمسكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.